فور تعرضها للطرد وتهديدها بالعقوبات الحبسية، غادرت الشابة البالغة من العمر 20 سنة قاعات الامتحان، متوجهة نحو كورنيش مدينة أسفي لتلقي بنفسها من أعلى صخر البحر. وأثار الحادث استياء رواد المنصات الرقمية الذين حمل أغلبهم المسؤولية لعائلات التلاميذ الذين يمارسون الضغوطات على أبنائهم، ولوزارة التربية والتعليم المغربية التي تتوعد التلاميذ بالعقوبات الحبسية ممن يحاولون الغش في امتحان البكالوريا بالسجن والإقصاء من الامتحانات لمدة 1 إلى 2 وغرامات مالية. وانطلقت امتحانات الثانية البكالوريا صباح اليوم الاثنين في عموم المؤسسات التعليمية بالمغرب، حيث أسفرت العملية الأمنية على ضبط 66 شخصاً على صعيد البلاد متورطين في ارتكاب أعمال مخالفة مرتبطة بالغش في الامتحانات المدرسية والمشاركة فيها.